اهلا بيكم يا حلوين، ورجعنا لكم في فيديو جديد. انا فاطمه ودي قناتي كف فاطمه. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الويند سبينر دي، وهسيب لكم كل الادوات اللي استخدمتها تحت في صندوق الوصف. هجيب اول خيط معايا اللي هو الخيط الابيض، وهعمل عقده بدايه، وهنبتدي نعمل عدد من السلاسل على قد نص متر او متر على حسب الطول اللي انت عايزاه. تقدري تطولي او تقصري. انا هعمل 80 سلسله واللي طلعوا معايا نص متر. بالنسبه لي الطول ده كان مناسب قوي. هفوت اول سلسله وهشتغل على ظهر السلاسل غرز حشو لحد ما اخلص السلاسل كلها. وهنا بعد ما خلصت غرز الحشو كلها هعمل اخر غرزة، تمام. بعدين هعمل سلسلة واقص الخيط الابيض، بعدين هشد الخيط لبره كده علشان اتاكد ان هو اتقفل. هجيب الخيط التاني اللي هو الخيط الاصفر وهعمل عقدة بداية، وهاجي عند اول غرزة حشو عملتها هدخل من تحتها كده واسحب الخيط الاصفر، تمام. هعمل 3 سلاسل، طبعا ال3 سلاسل دول انا هعتبرهم اول غرزة معايا. هعمل جنب ال3 سلاسل غرزة عمود بلفة، وكده بقى عملت اول غرزتين. هاجي عند الغرزة اللي جنبها واعمل 2 غرزة عمود بلفة في نفس المكان برضو، يعني تزايد، وهفضل شغالة بنفس الطريقة لحد نهاية السطر. 2 غرزة عمود بلفة واحدة في نفس المكان. تمام كده وصلنا لاخر السطر. هعمل سلسلة وبعدين هقص الخيط الاصفر وشد الخيط لبره كده. نتعود نشد الخيط بعد ما نعمل سلسلة عشان ما يفكش تاني. اللون التالت معايا هو اللون البامبي، برضو هعمل منه عقدة بداية، وبعدين هاجي عند اول غرزة عمود عملتها، تمام. اهي اول غرزة عمود عملتها، مش اول 3 ارتفاع، لا اول غرزة عمود. هدخل من تحتها كده بالابرة وبعدين هسحب الخيط البامبي واعمل 3 سلاسل، تمام. بعدين هعمل 2 غرزة عمود بلفة في نفس المكان جنب السلاسل كده، 1 2، تمام. بعدين هعمل سلسلة وهفوت غرزة مش هشتغل فيها، هشتغل في اللي بعدها 3 غرزة عمود بلفة، تمام. المطلوب ان يبقى فيه فراغ كده اللي هو بتاع السلسلة. بعدين هعمل سلسلة وهفوت غرزة مش هشتغل فيها، هشتغل في اللي بعدها 3 غرزة عمود بلفة. يبقى السطر الثالث هنعمل 3 غرزة عمود بلفة في نفس المكان، وبعدين هنعمل سلسلة ونفوت غرزة ونشتغل في اللي بعدها 3 غرزة عمود بلفة، وبعدين نعمل سلسلة ونفوت غرزة، وهكذا لحد نهاية السطر. واخر غرزة معايا عملت فيها 3 غرزة عمود بلفة، وبعدين هعمل سلسلة واقص الخيط وشد الخيط لبره كده علشان ما يفكش. نيجي للخيط الرابع والاخير معانا، وده اللي بجد بيخليها بتنور. هنعمل عقدة بداية وبعدين هنيجي عند اول سلسلة وهسحب الخيط كده، وبعدين هعمل سلسلة واحدة وهعمل غرزة حشو في نفس المكان بتاع السلسلة،
تمام. بعدين هعمل غرزة حشو في الغرزة اللي جنبها كمان. اول ما نوصل بقى للفراغ ده هنمشي على الخطوات دي، هنعمل غرزة نص عمود، بعدين غرزة عمود بلفة، بعدين غرزة عمود بلفتين، بعدين غرزة عمود بلفة، بعدين غرزة نص عمود. الترتيب ده هو اللي هيدينا الشكل بتاع الوردة اللي احنا عايزينه. زي ما انتوا شايفين كده الشكل ابتدى يبان معايا. بعدين هعمل غرزة حشو في تاني غرزة، يعني انا عملت 3 هم السطر اللي فات، تاني غرزة فيهم هي دي اللي هعمل فيها غرزة الحشو. بعدين هيجي للفراغ تاني واكرر نفس الطريقة، غرزة نص عمود، بعدين غرزة عمود بلفة، بعدين غرزة عمود بلفتين، بعدين غرزة عمود بلفة، بعدين غرزة نص عمود. تمام. بعدين هعمل غرزة حشو في تاني غرزة، وبلاش نتلخبط فيها عشان اوقات الغرزة الاولى بتبقى داخلة تحت الشغل كده، فلا ناخد بالنا ونعدهم كويس ونعمل غرزة الحشو في تاني غرزة. وهكمل بنفس الطريقة لحد النهاية، غرزة نص عمود، غرزة عمود بلفة، غرزة عمود بلفتين، بعدين غرزة عمود بلفة، بعدين غرزة نص عمود، وبعدين غرزة حشو في الغرزة التانية. هنا بعد ما وصلت للنهاية هعمل غرزة حشو في الغرزة التانية، وهتبقى عندي غرزة اللي هي الغرزة التالتة هعمل فيها برضو غرزة حشو عشان نبقى انتهينا ب2 غرزة حشو زي ما بدأنا ب2 غرزة حشو. وهعمل سلسلة واقص الخيط، بعدين هشد الخيط لبره، وكده الالوان الاساسية خلصت معايا. لو عايزين تعملها فريم ابيض زي هنا مثلا، انا كنت عاملة فريم ابيض للي بالاحمر، بس المرة دي هسيب الالوان دي من غير فريم. اولا هنجيب الخيط الابيض ونسيب 20 سنتي منه كده، وبعدين نعمل عقدة بداية، ونجيب الويند سبينر بتاعتنا وندخل الابرة من تحت اول غرزة، وبعدين نسحب الخيط الابيض كده ونعمل سلسلة، وفي نفس المكان بتاع السلسلة هعمل غرزة حشو، وهفضل شغالة غرز حشو لحد ما اوصل لغرزة العمود بلفتين. نيجي بقى هنا عند غرزة العمود بلفتين، هعمل فوقيها 2 غرزة حشو، 1 2، وهكمل غرز حشو لحد ما اوصل لغرزة العمود بلفتين اللي جاية، واعمل فيها برضو 2 غرزة حشو. وهنا نبتدي نلاحظ ان ال2 غرزة حشو اللي عملناهم دول حددوا لنا الشكل اكتر. هنا عندي هي غرزة عمود بلفتين هعمل فيها برضو 2 غرزة حشو، يبقى انا اي غرزة عادية هعمل فيها غرزة حشو، بس غرزة العمود بلفتين هعمل فوقيها 2 غرزة حشو، وهكمل لنهاية السطر. طيب لو في حد مش عايز يعمل الفريم الابيض زيي، انا هسيبها من غير فريم. هجيب الخيط اللبني واعمل منه عقدة بداية، وهاجي عند اول غرزة واسحب الخيط اللبني ده، وهبتدي اعمل سلاسل. السلاسل دي علشان اعمل حلقة اعلقها منها، وطبعا ال20 سنتي اللي احنا سيبناهم بالخيط الابيض تقدري تعملي بيهم نفس الخطوات، تقدري تعملي سلاسل زي وتمشي على نفس الخطوات معايا. انا هعمل 30 سلسلة. بعد ما اعمل ال30 سلسلة هعد 15 سلسلة، واجي عند السلسلة ال15 واقفل فيها بغرزة منزلقة. وبكده اتكونت معايا حلقة اعلق منها الويند سبينر او المروحة الدوارة بتاعتي. الخطوة الجاية ان انا هبتدي اعمل غرز منزلقة على السلاسل اللي انا عملتهم. انا كنت عملت 30 سلسلة، قفلت الحلقة ب15، السلاسل اللي باقية هعمل عليهم غرز منزلقة لحد ما اوصل لمكان ما ابتديت.
وعشان يبقى الموضوع اسهل معاكي اعملي غرز المنزلقة على ظهر السلسلة زي ما انا شغالة كده، يعني مش على الوش، على الظهر، عشان يبقى فيه مكان معين انتي بتدخلي منه. ايه فايدة السلاسل اللي احنا بنعملها او غرز المنزلقة دي؟ بتخلي شكل الحلقة مرتب وحلو زي ما انتي شايفة، تحسيها مظبوطة وفي نفس الوقت قوية، مش هتتقطع او تتأثر مع الوقت. بعد ما نخلص غرز المنزلقة بتاعتنا هنقفل بغرزة منزلقة مكان ما ابتدينا، اللي هي في الغرزة الاولى. تمام. وبعدين نقص الخيط ونشده لبره. وهنا بقى يجي دور ابرة التنظيف علشان ننضف كل اطراف الخيط اللي باقيه دي. هتدخلي الخيط في ابرة التنظيف وتبتدي تمشي في ظهر الغرز، وطبعا كل لون هنعمله تحت الصف بتاعه، يعني اللون اللبني تحت اللون اللبني، البامبي تحت البامبي، الاصفر تحت الاصفر، وده علشان اللون التاني ما يبانش من الوش ويعمل تشويش عليه. بعد ما تدخليه كده تفردي الشغل عشان ما يبقاش مكرمش، وزي ما انتي شايفه اهو مش باين من قدام خالص. الحته الزياده القصيره دي هنقصها بالمقص. طبعا بقيه الاطراف دي هننضفها بنفس الطريقه بالظبط في ظهر الشغل. وهنا بعد ما نضفت الخيوط كلها وبقى شكلها تحفه ومفيش اي حاجه باينه الحمد لله، نجيب بقى الورده بتاعتنا، ودي احنا عملناها مع بعض الفيديو اللي فات، وبرده تقدري تعلقي فيها فراشه او تقدري تعلقي فيها شراشيب على حسب ما انتي عايزه. هتعملي الورده وبعدين تعالي نركبها مع بعض. هدخل الابره كده بين بتلات الورده، وطبعا هكون عملت عقده بدايه بنفس الخيط بتاع الورده، يعني الخيط يكون نفس اللون. تمام. هسحب الخيط وابتدي برضو اعمل سلاسل. تقدري تعملي مثلا 15 سلسله او اكتر لو انتي عايزه الطول يبقى طويل قوي، بس انا شايفه 15 سلسله مناسب، وانا كمان الخيط بتاعي اللي بستخدمه ده رفيع. بعد ما عملت 15 سلسله هاجي عند اخر سلسله في اللون اللبني وادخل الابره كده واسحب الخيط البامبي واشده لبره واعمل غرزه منزلقه، وبعدين ارجع على نفس السلاسل غرز منزلقه. غرز المنزلقه اللي بنرجع بيها على السلسله دي مش بس بتقوي السلسله وما تخليهاش تتقطع مثلا او تتاثر باي حاجه، لا كمان بيخلي شكلها مرتب وحلو جدا. بعد ما اخلص غرز المنزلقه دي هقفل في نفس المكان اللي انا ابتديت منه، اللي هو بين بتلتين الورد. هدخل ابرتي كده وبعدين اسحبها واعمل غرزه منزلقه. تمام. بعدين اقص الخيط واسحبه لبره. الخيطين القصيرين دول برضو هنضفهم بابره تنظيف بنفس الطريقه اللي انا لسه منضفه بيها من شويه. بعد ما انضف الخيطين بتوعي هقص الخيط الزياده ده، والقصير ده كمان برضو هنضفه بنفس الطريقه ونتاكد ان هو مش هيبقى باين من الوش. وكده نبقى خلصنا الويند سبينر بتاعتنا. الويند سبينر الوانها جميله وطريقتها سهله وتنفع قوي للمبتدئين، وكمان كديكوريشن حلو قوي في الاوضه او في البيت عموما. تقدري تحطيها في البيت جوه مع مروحه او اي حاجه هتلاقيها بتلف، وتقدري تحطيها برضو بره البيت في بلكونه او في مدخل البيت. في كل الحالات بجد شكلها شيك ورائع، كفايه ان انتي اللي هتبقي عاملاها بنفسك. هستنى رايكم في الكومنتس، واكتبيلي ايه الصعوبات اللي بتواجهك وانتي بتعملي كروشيه في العموم. لو اي اسئله عندكم ابعتولي وان شاء الله نجاوب عليها في فيديو مع بعض. وبس كده، لايك وسبسكرايب وابعتي الفيديو لصاحبتك اللي بتدور على طريقه الويند سبينر، واكتبيلي في الكومنتس ايه الحاجات اللي نفسك تتعلميها المره الجايه. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.